مساء النور كل المتابعين، مازال متواصلين في متابعة الصالة المغاربية التونسية احتفال بعيد الاستقلال. معنا الآن الشاعر لسعد شبشوب بتحكينا لسعد شبشوب. لسعد شبشوب، لو تحدثنا عن سهرة الليلة شو استنى الجمهور في هذه السهرة؟ سهرة الليلة هي سهرة احتفال مع الجالية المغربية بتونس بعيد الاستقلال المغربية بالشراكة مع النقابة الفنية برئاسة توفيق عمور في المغرب، بالنيابة برئاسة تونس هي سيد مصطفى الرحالي. سهرة يعني باش تكون فيها ثلة من الفنانين وثلة من النجوم، نقولوا نحن كما المبدع هشام النقاتي، زهور الشعري، الفنان المغربي أمين العاصمي، السيد قطب زاد فنان المغرب ما شاء الله عليه، تو إن شاء الله تسمعوا وتذوقوا حاجة حلوة برشا. وكذلك فهمتي ولا الفنانة المتميزة زهور الشعري، والفنانة العربية أميرة عامر، وشاعركم المتواضع شاعركم الغالي لسعد شبشوب. نتشرفوا بكم، نتشرفوا بوسيلة الإعلام نتاعكم. يعطيك الصحة سيد فراس تروجد لي أنت تتبع وتواكب في كل أنحاء الجمهورية، وهذا يعني تميز منك أنت، يعطيك الصحة. ربي يخليك الأستاذ لسعد شبشوب، وإن شاء الله بالتوفيق ليك في هذه السهرة. أكيد، ربي يفضلك يا غالي.